مريم وحسن كنت طلبتي شي تعقيب على نعم، انا تعقيبا على 3 ديال المداخلات الا سمحتي لي السي جام. اولا فيما يخص جواب السيد كاتب الدوله بان ماشي عقليه ديال المقاولات، انا نعطيه ثلاثه ديال الاجراءات اللي دارتهم الحكومه اللي كتبين بان عندها فكر مقاولاتي. اولا التمويلات المبتكره، ما السيد كاتب الدوله عارفها ولا ما عارفهاش. التمويلات المبتكره ان بيعت منشات ديال الدوله لصالح الخواص، ها اولا. ثانيا الخصصه ديال القطاع ديال التعليم وديال الصحه، شكون اللي دارها؟ واش ماشي الحكومه؟ تم افراغ وتفريغ المستشفى العمومي من تجهيزات باش ان تلقى الدعم ديالها ولا من الموارد البشريه. النقطه الثالثه تضارب المصالح. هذه امور كلها فكرت عندنا كونت عندنا واحد الفكر بانها عقليه مقاولاتيه محضه. اضافه على ذلك الوزراء اليوم اللي كنشوفهم كيتقلدوا هاد القطاعات الحكوميه الاجتماعيه اللي هي حيويه، جايين من مقاولات، وجايين من المقاولات ديال رئيس الحكومه. زيد على ذلك هذه الاجراءات اللي تكلمت عليها. النقطه الثانيه اللي بغيت نتفاعل فيها واللي كنت وجدت فيها الاستاذ بخصوص انه كاين في مناطق اخرى في تجارب انه يتم تنقيل وتجميع السكان، لا اختلف معكم فيها استاذ. علاش؟ لان اولا الانسان ابن بيئته، وحتى الا بغينا ناخذ تجارب ديال المقارنه ناخذوها في رمتها. علاش في دول اخرى كاينين دول اللي كتخدم تران على ود طفل واحد باش يمشي يقرا، كتخدم مدرسه على ود تلميذ واحد باش يمشي يقرا. علاش؟ ما نقلاتوش، خلاتو في بيئته ووفرت ليه الوسائل. يعني الا بغينا ناخذوا التجارب ديال المقارنه ناخذوها كامله، ماشي نختاروا اللي مسلكانا. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي تكلم عليها سي عبد الصمد هي ديال ازمه الثقه، وهنا غادي نشير للاعلام. فعلا كاينه ازمه ثقه في المؤسسات، فعلا اليوم ادوار ديال المؤسسات تبخسات نوعا ما. الاعلام اليوم ما كينقلش الادوار الحقيقيه اللي كيقوموا بها المؤسسات، لا سيما المؤسسات المنتخبه. كيفاش بغيتي اليوم شاب ولا واحد غير فاعل سياسي غتقول له ودي اجي دير السياسه، هو كل نهار تيفيق كيدخل الاعلام الالكتروني كيلقى متابعه فلان بجرائم الفساد، متابعه فلان ولا عنده متابعه ولا شي حاجه بحال هكا. بغيتيه يثق في المؤسسات وما كتنقلوش له التجارب الناجحه، ما كنقلوش ليه تجارب ديال المنتخبين اللي نزهاء، تجارب ديال المنتخبين اللي فعلا كيشتغلوا وما عندهمش هذه المتابعات. اكيد غتكون المتابعه، ماشي ما غاديش تكون المتابعه. اليوم خاص المغاربه يعرفوا بان الاحزاب السياسيه ولا البرلمان هي مجتمعات مصغره فيها الصالح وفيها الطالح. اليوم نحن عندنا الحزب هو فيه كل شيء. ما يمكنش انا اليوم نمنع بحال اي تجمع بشري، اي تجمع بشري. نعم تفضلي. اسمحي لي كملي. تفضلي السيده. مازال ما كملتش الفكره لان هذا تفاعلا. اليوم اللي غنكلموا على المستوى التسيير المحلي، وانا باعتباري رئيسه جماعه وتكلم عليها الاستاذ بخصوص العداله الجبائيه. كيفاش اليوم بغيتي الجماعه انها شحال المداخيل ديال جماعه تيزيني؟ 3 مليون ديال الدرهم، 300 مليون السنتيم في العام. زعما عيب هذا الرقم يتقال اليوم في التلفازه، ولكن انا كنقول لك وكياخذوا لنا الموظفين 217 مليون ديال السنتيم. يعني عمليه كتبقى 73 مليون وشويه ديال المداخيل الذاتيه. ما عندنا حتى شي مداخل، ما كايناش صناعه، ما كاين حتى شي مداخل اللي ممكن اننا نعتمدوها باش اننا نحسنوا المداخل ديال الجماعه وذلك بواحد الحكامه والتقشف في المصارف وواحد المجموعه ديال الامور. كيفاش اليوم بغيتي رئيس جماعه في منطقه قرويه واللي المعايير باش كتوجد على التيفيه هي نفس المعايير اللي كتعتمدها في الرباط وفي الدار البيضاء، بغيتي نحقق التنميه المحليه. كيفاش اليوم كتقول لي اودي عندك ناقصه التيفيه حيت ما حققتيش المداخيل؟ راه حيت ما حققتش المداخيل خاصكم تزيدوني في التيفيه ماشي تنقصوا لي منها. هنا فين خاص تكون العداله في توزيع الضريبه على القيمه المضافه في المناطق الهشه. خلينا نسمعوا رئيسه جماعه هي اخرى. لا انا تقدر اتفق معك. ستتفق اكيد، راه حنا في نفس المنطقه. هي احنا باولا تيما هي مدينه كما في بيريز سي منطقه حضاريه. يعني بالنسبه للمداخل يعني كيبقاو دائما غير كافيين بالنسبه للتنزيل ديال المشاريع. حنا كاين الاشكال اللي كاين انه عندنا المشكل ديال التمويل. يعني كتجربه ديالي، لان اول مره التجربه ديالي اللي كندخل المجال السياسي وكرئيسه ديال الجماعه، انه مني دخلت الجامعه لقيت انه عندي واحد 13 مليار ديال الكريدي. عندنا المداخيل في الجامعه ديال ولاد تيمه هاد 13 مليار ديال الكريدي وما عنديش يعني الموارد قليله بزاف. دونك كاين عندي جوج حلول، سواء كانت دير الحكمه يعني الحكمه والترشيد ديال النفقات، وكنتوجهوا الاتفاقيات.
دابا بالنسبه للحكمه والترشيد ديال النفقات كان عندنا لو غيست ريكوفغير كان كبير، دخلنا تقريبا واحد دوك المداخل اللي ما استخرجتهمش باقي استخلاصوها. حاولنا نتكيسوا حتى على المواطنين رغم الظروف اللي كاينه، ما نبقاوش نهبطوا بالضرائب يعني بواحد الطريقه انه اللي ضرهم. عندك كاين مشينا للاتفاقيات، داروا اتفاقيه باش تسنى خاصك 3 سنين ولا 4 سنين تتقرب تسالي الولايه، هذه غادا تسنى لا تمركز يعني كيغفر لك الله الذنوب ما تقدم وما تاخر من الذنوب ديالك باش تسنى لك اتفاقيه. فين كنعيبوا نيت على دونك هنايا حنا اللي ولكن هاد القوانين هادو شكون صوبهم؟ صوبتهم هاد الاغلبيات المتعاقبه. انا كنهضر على كما قلت لك في الاول، انا جيت باش نهضر على اساس انني رئيسه الجامعه. الاشكالات اللي كاينين قوانين بحال الا زعما تفرضوا علينا من شي جهه. خاصنا التسهيل ديال المساطير. يعني هذا الرئيس ديال الجامعه كيدير واحد المجهود كيبر، يعني راه كدير واحد المجهود اللي هو كبير، يعني كيكون واحد نكران دات باش تمشي تجري تقضي الغرضات وتواجه المواطنين ودير تستقبلهم، المجتمع المدني، المشاكل اليوميه يعني والالتزامات ديالك في الجامعه، وفي الاخر كتجي كتصادم مع شي مشاكل اللي هما يعني سيد الكاتب دابا عنده شي تعقيب. عاوتاني تعافاك قبل ما نسالي، اسمح لي غير واحد النقطه اللي بغيت باش نوضحها وباش انا نفهمها. دابا اللي فهمت من المداخله ديال الاستاذ والاستاذه انه يعني هذه حكومه ديال المقاولات، يعني انه التفكير ديال المقاولات، يعني هذا اللي فهمت من الهضره ديال المقاولات، يعني اللي فهمت من الاستاذه انه انسان مقاول ما خاصوش يدخل السياسه، ما خاصوش يدخل الحكومه. دونك هذا الشيء اللي فهمت انا كنقول لك اللي فهمت. يعني واحد استاذ كاين مشكل في التعليم يمشي يقابل التعليم ديالو جاي يدير في شي حكومه. واحد الطبيب، هذا الشيء اللي كنفهم، انا هذا الشيء اللي كنفهم، هاد الهضره اللي قلتو، هذا الشيء اللي كنفهم. دونك سيد كاتب الدوله بغيت غير نتفاعل مع اخت مريم معايا في الدائره ولا بدا كاين شويه سخونيه. دير بي. التمويلات المبتكره ما بداتش في هذه الحكومه. التمويلات المبتكره كتلقى الجذور ديالها في لو كود دو كوميرس اللي هو لو ليزينغ. لو ليزينغ اللي هي واحد لوبيراسيون كوميرسيال اللي الا كانت شي حاجه اللي في ملك ديالك انت، انه ملي كيكون عندك ان مونك دو ليكيديتي كيلكو بار، ممكن انه كتفوتها لا سوسيتي دو ليزينغ وكتبدا تخلص هذاك لو كريدي avec un amortissement ديال لو مونطون que tu as payé et en contrepartie à la fin ديال l'amortissement tu récupères le bien. بمعنى ملك الدوله كيعاود يرجع لعند الدوله، ما عنده فين غادي يمشي. بلاتي دابا تصنطي حيت قلتي واش عارفه. ما دويتش تفضل كنعرفك. تفضل. دونك قلتي باش عارفها نشرحها لك بعدا مزيان باش تفهمها اشنو هي ياك. سا دات با دوجوردي، راه اكثر من 10 سنين هذه باش كيدار التمويلات المبتكره. ما عرفتش كيفاش انه ملي دارت اليوم ولات حكومه المقاوله. ملي كانت كدار قبل ما كانتش حكومه المقاوله، يلاه ولات. شنو سميت هذه المنشات اللي تفوتوا؟ شنو اللي قبل؟ لا دابا وانت خصك تكوني تعرفهم. كتحضري في قانون الماليه. على كل حال الا بغيتي دير التعبئه ما كاين حتى شي مشكل. كمل الفكره ديالك. بالنسبه لخصوصات التعليم والصحه، شكون اللي خصص التعليم والصحه؟ بعدا واش تخصص ولا لا؟ بعدا واش تخصص التعليم والصحه ولا تفتح قطاع التعليم والصحه ايضا للقطاع الخاص. باش نديروا السياسه نقراو التاريخ ديال بلادنا حتى هي، راه مهم الواحد باش يكون كيتملك التاريخ. راه المشكل عندنا مع هذه الحكومه هي الاستاذيه في التعاطي مع القوى الاقتراحيه. التعليم راه تخصص. النهار كان اتحاد اشتراكي في الحكومه، وكان الهدف الا قرينا القانون ديك الساعه الهدف هو مساهمه ديال القطاع الخاص في نسبه 10%. نسبه خلي الاستاذ الزغري يجاوب على هذه النقطه. هو يكون التكامل وفي المناطق البعيده اللي فيها خاصه كانت واضحه في القانون. عندك شي تعقيب ابخي جا تطور ديال هذا، ما كانش المراقبه، ولكن كيفاش دارها حتى الاتحاد الاشتراكي النهار الاول ودارها في القانون، راه دارها باش تكون تكميليه للقطاع يعني كانت ايجابيه في حد ذاته. القطاع الخاص انه اليوم واش المصحات كتاخذ دعم؟ مصحات اشنو اللي هذاك التصريح اللي قال السيد الوزير وقيلا ما شرحوش، ما شرحوش ومن بعد شرحوا من بعد
فاش كان في سؤال مباشر حول الموضوع، بانه في اطار اللجنه ديال الاستثمار كدوز مجموعه من المشاريع اللي بغات، اللي المقاول ولا بعض الشركات كتبغي دير استثمارات عندها وفق لا شارت دانفيستيسمون، كدوز في لا كوميسيون ديال لانفيستيسمون. افون كانوا ميم لي كلينيك كانوا كيستافدوا حتى هما بصفتهم كشركه تجاريه بغا يستثمر، هذا كانوا كيدوزوا. جا هو خدا قرار قال لك لي كلينيك ما خصهمش يستافدوا. خلينا ندوز سامبلومون، ما كاين لا شي حاجه اكثر من هذا الشيء، لا بيع لا. خلينا ندوز للقضيه ديال التفاوتات المجاليه، وقبل ما غنرجع لك مريم، كاين بعض الارقام والمؤشرات اللي كتوضح ربما الحجم ديال هذه التفاوتات. فمثلا 5 الجهات فقط تحتكر 72% من القوه يعني العامله في المغرب، اللي هي العامله اللي هي الدار البيضاء، سطات، الرباط، سلاق، نطرة، مراكش، اسفي، فاس، مكناس، طنجة، تطوان، الحسيمه. مؤشر اخر ان 5 جهات فقط حققت معدل نمو يفوق المعدل الوطني سنه 2023، اللي هي الداخله او اللي هي الداخله والذهب، فاس، مكناس، مراكش، اسفي، كازا، سطات، طنجة، تطوان، الحسيمه. مؤشر ثالث 3 جهات فقط كتحقق 58% من الثروه الوطنيه، كازا، سطات، الرباط، سلاق، نطرة، طنجة، تطوان، الحسيمه. المؤشر الرابع 5 الجهات استحوذت على 74% من نفقات الاسر سنه 2023، كازا، سطات، الرباط، سلاق، نطرة، طنجة، تطوان، الحسيمه، فاس، مكناس، مراكش، اسفي. 60% من الموظفين المدنيين يتمركزون في 4 جهات، يعني المدنيين يعني الصحه والتعليم وغيرها، اللي هي كازا، الرباط، سلاق، نطرة، كازا، سطات، فاس، مكناس، مراكش، اسفي. و25% من مهنيي الصحه من الممرضين وتقنيين واطباء وغيرهم كيتمركزوا في 2 جهات فقط، اللي هما الدار البيضاء، سطات، والرباط، سلا، القنيطره. هذه الخمسيه هذه ربما يعني تفاوتات مؤشرات اللي كتعكس تفاوتات كبيره. دابا ربما الانتظارات اللي غينتظروا من الناس هو شنو الاجوبه، شنو الاقتراحات اللي ممكن نقترحوا. خلينا نبدا من مريم. شكرا سي جامع. انا صراحه كان عندي تفاؤل قبل على النقاش بشكل عام مش بالنقاط باختصار وندوز، ولكن المهم هو اللي غادي يدوزنا لهذا. انا في اعتقادي الهدف من التواصل السياسي الحالي للحكومه وحتى المعارضه لمواكبه هذه الاحتجاجات اللي كاينين غادي تفرغ من محتواه الى بقى في اطار تبادل الاتهامات والصاق الاشكالات في الجهه الاخرى. انا كنعتقد انه هاد الاحزاب عندهم خبراء ديال التواصل السياسي، ما عرفتش علاش ما قالوش لهم هاد النقطه. حيت مثلا الحزب الذي يقود الحكومه يبني طرحه على انه خدا الحكومه رئاسه الحكومه حيت كان تصويت عقابي لحزب معين، وهو كان جزء من ذاك الحكومه ديال الحزب معين. فانا في اعتقادي هاد الافكار متناقضه، غنلقاو لها التناقض. طيب. حنا كباحثين ملي كنجلسوا كنلقاو التناقض، وكنظن حتى المواطنين كتبان لي فكتحيد له الثقه. ففي اعتقادي اهم حاجه ممكن تكون هي اننا نقولوا كاينين اشكالات نعترفوا بها كاملين، ماشي ضروري الحكومه الحاليه التي تتحملها، ولكن كاينين اشكالات التي يجب ان نحلها جميعا. طيب هذا اخر سؤال لكم جميعا، كيفاش نتجاوزوا التفاوتات تماما. انا بالنسبه لي التفاوتات المجاليه من الاشكالات العميقه اللي كاينه في المغرب، عندها بزاف ديال الاسباب. ابرزها انه كاين التسيير المحلي، رغم ان درنا جهويه المتقدمه، رغم اننا حاولنا نديروا الشفافيه ديال الصفقات العموميه، انه حاولنا نقويو الصفه ديال المنتخب المحلي، الا انه الاشكالات باينه واضحه. من هضرات الاستاذه اللي بجوجهم في المحلي كيقولوا انه كاين اشكالات على مستوى التمويل، انه كاين اشكالات على مستوى الاداره، انه اشكالات المتراكمه، اشكالات على مستوى التواصل. ولكن انا عندي واحد الفكره كنعتقد حتى هي وقعتنا في المشكل، هي انه كان عندنا نفس التحالف الحكومي على مستوى المحلي. وهذه تجربه للاشاره سبقت دارتها البرازيل في واحد التجربه سياسيه، انه يكون عندنا نفس التحالفات. نظريا كتبان لك مزيانه، الا كان عندنا رئيس الحكومه ديالنا راه غيصيفط لنا التمويل غادي تمشي الامور مزيانه، غادي يكون عندنا النواب ديالنا غادي يدافعوا عنا على القضايا، في حين انها راه كتخلق لنا اشكالات كبيره ولاحظناها على مستوى المحلي في هذه الفتره. النقطه الثانيه اللي كتخلق لنا الاشكالات او التفاوت المحلي باقي كندوي على مستوى التسيير والسياسه، هي توسيع حاله التنافي. انا في اعتقادي ما عرفتش شنو هي الاشاره السياسيه انه يكون عندي وزير ورئيس جماعه محليه. من لحد الان ما قدرش نفهم زعما شنو الاشاره السياسيه اللي كنبغي نوصل. يعني غير الجماعه تبارك الله، يعني ما شاء الله. ولا شنو غادي رئيس حكومه عندنا حنا دابا ووزير ونائبه برلمانيه، مع احترامي مريم، ولكن بالنسبه لي راه ممكن يقوموا بها 2 اشخاص. الا بغيت نركز بشكل كبير على هذيك المهمه، في اعتقادي خاص كل صفه
انتخابيه حتى مستشار جماعي تعطاها القيمه الحقيقيه ديالها باش نقدروا اننا نقوموا بتدبير محلي متوازن. شوف سي محمد الديش تا هو شنو كيقترح لمواجهه هذه الاختلالات؟ كنتوا درتوا واحد يعني الجوله الفروق البرلمانيه وطرقتوا البيبان ديالهم، ما عادش فين وصل داكشي. طيب اذا غير ملاحظه تقريبا تفاعلا مع الاشاره اللي قلتيها باش تستفز النقاش، ان الفاعل المدني ماشي كيربع يديه وكينتقد وكينظر، ولكن الفاعل المدني يعطي الاقتراح. والائتلاف المدني من اجل الجبل ما بقيناش ماشي مطالبين ومنتقدين، ولكن مترافعين بالكلمه، يعني بالكلمه بالفكره وبالمقترح. عندنا المقترح ديال الاطار التشريعي اللي ما كان واحد العدد ديال كنطلبوا عطيونا ديروا لنا قانون الجبل، ولكن حنا درنا مقترح وبشكل تشاركي ما بين مبادرة من المجتمع المدني مع الفرق البرلمانية في الولاية السابقة وبعض القطاعات الحكومية اللي قدوا يتفاعلوا معنا وبعض رؤساء الجهات. في هذه الولاية هذه كانت بعض الفرق البرلمانية هي اللي يعني استجابت أننا نعودوا النقاش من جديد، إلا أن الحكومة لم تستجب رغم أننا قدمنا مؤخرا مذكرة للسيد رئيس الحكومة مباشرة بعد خطاب جلالة الملك، خطاب العرش الأخير ديال العرش. والآن عندنا مذكرة أخرى لتذكيره وورقة سياسية لتذكيرها أيضا إذا كان فيها ممكن تفاعل. وملي كنقول أن الحكومة خصها تنصت وتفاعل، كي كنقول دابا جين زيد يقولوا لنا شنو بغاو ونجلسوا معاهم، حنا قلنا لكم شنو بغينا وقلنا لكم شكون حنا وجينا عرضنا عليكم ولكن ما استجبوش. هذا صدق القبص. عندنا أيضا مذكرة حول السياسات العمومية. السياسة العمومية اللي قال جلالة الملك سياسات عمومية تراعي الخصوصيات ديال المناطق الجبليه وايضا الواحيه، ماشي سياسات ستوندار، ماشي برامج يعني ستوندار كدار في الرباط وفي مكاتب الدراسات، ولكن سياسات ديال القرب تراعي الخصوصيات ديال كل منطقه اللي ما يمكنش نتغافلوا عليها. قلنا اننا ايضا في هذا القانون اللي هو من المداخل ديال الاقتراح ديال انه باش نديروا فعلا تحقيق العداله المجاليه، كاين المدخل السياسي اللي هو السياسات العموميه واللي تغدر على الصعيد الوطني وعيد الصعيد الجهوي والاقليمي، وايضا المدخل التشريعي اللي هو قانون الاطار او الاطار التشريعي اللي درنا فيه حنا ملتمس تشريعي. رحنا مازال يلا وصلنا 12000 توقيع، وهذا ايضا اشكالات ديال الديمقراطيه التشاركيه، ومازال مستمرين على اساس امل ان بعد الخطاب الملكي نتمنوا ان الحكومه تجيب مقترح واللي غادي يكون من جيل جديد ديال القوانين، واللي قلنا مع في ندوه يعني يوم دراسي في البرلمان بغينا ان يكون هذا من الاجيال الجديده ديال القوانين اللي فيها الاشراك، اللي فيها الاندماج، اللي فيها النسقيه يعني والاتساق ديال القوانين. ما يمكنش يكون قانون معزول، واللي فيها ايضا كنموذج فقط مثلا التعمير. قانون التعمير ما يمكنش نفرضوا التعمير، وهذا الشيء بان لنا في الزلزال ديال الحوز. ما يمكنش نفرضوا نموذج ديال التعمير وقوانين وحده ديال التعمير على المغرب كله، ونحترموا المعمار ديال الحوز اللي كان قال المنطقه ديال الاطلس. ما تحترمش. خلينا دائما الصنادق ديال الياجور هما اللي عوضنا بهم الديور اللي كنشوفوهم هنا في الصوره الجميله اللي كتعرضوا هنايا، المعمار والقبيله. ناديه بوهدود شكرا لك سمو. ناديه بوهدود، شنو كتقدر انت لهذه المجالات والتفاوتات اللي انت كتعاني منهم، تقولي انك كتعاني منهم كرئيسه جماعه كمنتخبه؟ لا، المشاكل ديال يعني اول حاجه هو انه في الخطاب ديال العرش اللي دار سيدنا هضر على برنامج الجيل الجديد للتنميه المندمجه اللي فيه لي S3E سونتي ايدوكاسيون امبلوا اي او. هذا البرنامج يعني خاصو باش يتنزل في اطار يعني في الارض ديال الواقع. باش يتنزل غنعاود نرجعوا ثاني خاص توفير الاعتمادات، باش توفر الاعتمادات سواء يعني التمويل الذاتي او الكريدي او الاتفاقيات. باش دير هاد المسائل كلها خاص تكون تسهيل ديال المساطير. أنا ضروري تسهيل ديال المساطير في التنزيل ديال الاتفاقيات، باش هذا رئيس الجماعه اللي كيلتزم مع الساكنه يلقى دي زوتي باش يخدم، يعني يوفي بالوعود ديالو بالوعود ديالو حتى لي زوتي. وعندنا اشكال اخر ديال الموظفين راه طرحتوه نيت هنايا، بان الموظفين ما كيبغوش يخدموا في لي كادغ. دابا حنا الجامعه عندنا ما فيهاش طبيب، ما فيهاش مهندسين، ما فيهاش ديزانجينيور.
ما عندناش ملي كتفتح التوظيف ما كيجيوش سون با انتريسي باش يجيو للمناطق اللي العرض ربما ديال لا يغريهم. اي سميتو الهامشيه، يعني كاين عندنا واحد المجموعه ديال الاشكالات اللي كيعيقوا باش يتنزل هذا البرنامج. ولكن واش هذا انه كرؤساء جماعات ولا كحكم ان ناخذوه كدرع بانه راه ما غاديش نخدموا وما غاديش سميتو؟ انا كنهضر على نفسي، حنا هذا الشيء ما عمرني غادي نعتبره دير. حنا غاديين في التنزيل ديال البرنامج ديال العمل. بالنسبه للاتفاقيات كندق جميع الابواب، يعني الوزارات اللي تابعين الحزب ديالنا كيكون تسهيلات يعني ما كان كيتسناو الاتفاقيات وسميتو. كيكون عندنا مشاكل اخرى بحال دابا عندنا اتفاقيه ديال الرياضه، وهذا الموضوع اللي هو جد مهم اللي كيعانيو منه ماشي غير ولا تيما، واحد المجموعه ديال بني ملال نيت كيعانيو منه. انه عندنا برنامج عندنا اتفاقيه شراكه اللي تسنات مع وزاره الرياضه اللي كتهم الشباب، التنزيل ديال واحد المجموعه ديال المشاريع، مسبح، قاعه مغطاه، حديقه رياضيه وسميتو. فاش هبطنا عطينا المشروع لاساسما تصدمنا بالواقع انه الارض مجال حضري فيه بلون داميناجمون. عندنا مشكل ديال الفلاحه، مدار سقوي ما تديروش، ما عندكمش حق. وحنا انا كاع مع مشينا انه كرينا عند لي دومين، قلنا ما نقتنيوش باش ما يكونش الاقتسام ديال لو تيران. درنا الكرا، ملي مشينا نسجلوا الكرا قال لك لا راه مدار سقوي. دابا ها انت جبتي الاتفاقيه تسنات، ها حنا درنا الكرا باش خدينا العقار والما باش يتسقى داك المدار السقوي ما كاينش. الله يرضي عليك. السيده الزخنيني. أنا رجع استجامة الكلمة اللي عطيتيني وتراجعت عليها قبيله فيما يتعلق بالاتحاد الاشتراكي والتهمة بالخوصصة الاتحاد الاشتراكي. لا عطيتك الكلمة ولكن كان خصك تفكري وقيلة. لا ما كانش خصني نفكر. مرحبا الكلمة لك، مرحبا. كاين شي تهمة وما أعطيك دويت على النوبل ديال كيفاش جا القانون، كيفاش سنوه. خليها تكمل. فضلي حقي في الكلمة. لذلك تنقول أنه الاتحاد الاشتراكي لما تحمل مسؤولية في زمن السكتة القلبية للبلاد جاب إبداعات، أعطى حلول مشاكل ولمس المواطن هذوك الحلول ولمس الآثار. اليوم الحكومات هي بإبداعها كيف ما قال الأستاذ، ما محتاجينش التقنيين الموظفين يضمنون استمرارية الإدارة، ولكن السياسي وإبداع السياسي هو اللي كيدير الفرق ما بين حكومة وحكومة. اليوم الدولة وظيفتها توزيعية بالأساس، هي اللي تسهر على الحد من الاختلالات عندما تتعمق. حكومة لا تنجح في الحد من التفاوتات، حكومة لا تقوم بوظيفتها. ولما كنت نتكلم على التفاوتات كنتكلم على التفاوتات اليوم الطبقية الاجتماعية، الفقير أفقر والغني أغني. احنا ماشي ضد في الاتحاد الاشتراكي، ماشي ضد البرجوازية الوطنية اللي كانت دائما قاطرة للتغيير والتنمية في البلاد، ولكن احنا ضد منظومة الريع اللي كتزيد في إغناء الغني بدون وجه حق. احنا مع نعطيو الاستثمار ونعطيو المقاولة حقها ونشجعوا شبابنا على الاستثمار، ولكن وفق القواعد والقوانين، بعيدا عن كل ريع وامتياز. اليوم السياسة تحولت إلى بوابة للحصول على الامتيازات. لذلك ما كنقولوا شيء أنه رجل الأعمال ما يكون شيء سياسي، ولكن رجل الأعمال ما يكون سياسي أن يكف يده عن الاستفادة من الامتيازات اللي كيعطيها له الموقع ديالو، وعن الاستحواذ، وعن استحواذ محيط يخلقه قد يتجاوز نصف رجال الأعمال المغاربة كيف ما قال رئيس الحكومة. اليوم ما نعانيه هو بالفعل الشفافية. اليوم ما نعانيه هو أن المؤسسات إلا كانت شي ميزة اليوم لهذا الجيل زاد اللي خرج، كان أنه حدث واحد الرجة. خلانا نحضروا في واحد البرنامج بحال هذا كان عنده أثر على الإعلام بشكل كبير، لأنه افتقدنا الحوار السياسي في الإعلام. كنا كنعيشوا تصحر للحوار السياسي، ما كانش عندنا فين نتبادلوا الافكار ونتكلموا. ايضا ملاحظه اخرى نرجع لها، وانا كنتمي لوحده من الجهات اللي ما بانتش على الشاشه، لا هي من اللي حققت منجز ولا اللي هي استفدت من منجز مما صارت السموع على الشاشه. جهه بني ملال الخنيفره. لما كنتحدثوا على هذه الجهه كنقول ضروري ان هذه فكره الابداع، لان احنا مثلا جهه كنجمعوا ما بين الجبل بكل إكراهاته، كنجمعوا ما بين مناطق فلاحية بشح الماء. اليوم في غياب أي مبادرة حقيقية تنتج أثرا حقيقيا على الفلاح. خليونا منظومة الدعم، وهذا الشعير وهذا كذا وهذا كيستافد هنا شوية وهذا شوية، منظومة متكاملة
كتحفظ الفلاح بقاؤه في ارضه، تحفظ له كرامته، لان الفلاح هويته فلاح، ما يمكن لك شيء تشتتها منه. ايضا هذا اختصار استاذتي الله يعطيك الخير، لان شحفتيني قبيله في الوقت. ايضا هذه الجهه اللي فيها الجبل، فيها المنطقه الفلاحيه، فيها انحصار ديال فرص الشغل، فيها الهجره للخارج، حنا كنجيبوا اكبر مدخول ديال الجاليه المهاجره كاينه في هذه المنطقه. في الجبل لما كتكون حوادث السير الاليمه ب8 ب10 ب20 ضحيه، ونقولوا راه النقل المزدوج راه طارح اشكال عباد الله، ويجي الوزير يقول لك اودي هذاك راه ما سميتوش النقل المزدوج ولا النقل السيري، هذاك سميتو العتاق. هذا غياب رؤيه، هذا شح في الابداع. اليوم حنا محتاجين بالفعل ان المؤسسات تقوم بدورها. قبيله قلتوا لنا انه كاين هدر الزمن السياسي وكان تراشقوا، ماشي كان تراشقوش، ندافع عن المؤسسات، ندافع عن البرلمان في استقلاليه البرلماني. لا اتصور اليوم وحنا على ابواب انتخابات البرلماني اللي عنده مسؤوليه ترابيه غير مستقل، واضح، ولا يقوم بادواره، واضح. وخصنا اعاده النظر في المنظومه الانتخابيه في افق هذا التوسيع حاله التنافي اللي بغينا نضمنوا عمل هذه المؤسسه. انا فقط باش نجاوب على السؤال سي جامع. اليوم عندنا واحد التجربه جاتنا مع دستور 2011 اللي هي الجهويه المتقدمه. اليوم تنظن انه حل الوقت نديروا واحد التقييم موضوعي لهذه التجربه هذه. اليوم شنو الخلل؟ كاين تجربه ديال الجهويه المتقدمه اللي جا معها ايضا واحد الميثاق ديال التمركز الاداري مهم. اليوم ما يمكنش جهه الا بغات دير اتفاقيه ولا هذا، خصها دائما ترجع السلطه الحكوميه، خصها ترجع للمركز. دونك ما كاينش واحد الانسجام مع الرؤيه الترابيه. شفنا واحد التجربه كانت في جهه سوسماسا، هو التنزيل الجهوي ديال المخطط التسريع الصناعي. اليوم الارقام تثبت انه هذا مخطط اللي فشل. علاش؟ اليوم النشاط الاقتصادي في جهه سوسماسا هو اضعف نشاط اقتصادي اليوم كاينين في الجهات ديال المغرب. دونك اليوم المراعاه والتنزيل ديال الجهويه المتقدمه خصو يراعي الخصوصيه. ما يمكنليش نتعامل بالمنطق الى نجح قطاع ديال السيارات ولا صناعه السيارات ولا صناعه الطائرات في طنجه، ماشي بالضروره ممكن ينجح مثلا في جهه سوسماسا ولا ينجح في جهه الرباط سلاق نيطره. اليوم خص مراعاه ديال الخصوصيه، خاص كذلك لا تمركز الاداري، وخاص الحكمه الترابيه. اليوم خاص كل فاعل ترابي يمارس المسؤوليات ديالو وفقا للقانون. الا كان شي تعديل خصو يدار على المستوى القانوني. اليوم هذه مسؤوليه ديال البرلمانيين. تقييم السياسات العموميه هذه كذلك مسؤوليه ديال البرلمانيين. اليوم تنشوفوا التشريع، تنشوفوا المساءله الحكومه، ولكن على مستوى تقييم السياسات العموميه كاين واحد الضعف كبير. فكذلك المساله اللي غنرجع لها هي التواصل. التواصل راه هو السلاح، هو واحد الاداه مهمه جدا باش نعرفوا بالامور اللي غادا مزيان، وكذلك نكدوا على الامور اللي ما غاداش مزيان اللي فيها اختلالات باش نقدروا نعالجوها. اليوم الا ما كنعرفوش شكون هو المشكل، شنو هي المشاكل العويصه، راه ما يمكنناش نحلوها. وكذلك نركزوا على انه هذه السنه هذه هي سنه انتخابيه. هذه فرصه للاحزاب انهم يجيبوا تصورات ديالهم على التنميه في الجهات، في الجبل، في القطاعات ديال التعليم، في القطاعات ديال الصحه. ماشي نجيو نقولوا راه الحكومه فشلات. اغلبيه ومعارضه. جلاله الملك قال انه التنميه ماشي مساله مرتبطه بالاحزاب السياسيه، مساله مرتبطه بالوطن. اليوم جميع الفاعلين خصهم يناضلوا ويترافعوا على هذه المسائل. اقتراح اخر السيده مريم محسن بالاضافه للاقتراحات اللي سمعناها. نعم، وانا غادي نبدا كلمتي فيما انتهت اليه الاستاذه ملكه. وانا انتمي كذلك لجهه بن ملا الخنيفره مثلث الموت. في قانون الماليه ديال سنه 2025 ما تم ولو الاشاره ولا ب1% من عائدات الجاليه، في حين ان جهه بن ملا الخنيفره كيف ما اشارت لها الاستاذه ملكه فيها واحد العدد هائل ديال الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. هذا من جهه. من جهه ثانيه في اطار العداله الجبائيه، المكتب الوطني للفوسفات يشتغل بجهه بن ملا الخنيفره، ولكن العائدات الضريبيه لا تستفيد منها الجهه، تستفيد منها جهه الدار البيضاء، لان لو سياج ديال لو سي بي كاين في الدار البيضاء ما كاينش في بن ملا الخنيفره. النقطه الثالثه اللي بغيت نشير لها وتكلم عليها سي عبد الصمد هو المساله ديال الجهويه. اليوم وانا كنت حضرت في المناظره الوطنيه الجهويه المتقدمه والرساله الملكيه اللي كانت بهذه المناسبه. اليوم خاصه نفعلوا الادوار ديال الجهات، نقل اختصاصات الجهات، الموارد الماليه، تفعيل ميثاق لا تمركز. هذه الامور كلها اللي ما دارش، لان من يراعي الخصوصيات المجاليه وخصوصيات المناطق هي الجهات باش انها دير البرامج ديالها. هذه المساله الا ما تمكنت الجهات من الادوار ديالها اكيد غيعطينا المغرب السرعتين. النقطه الثانيه هو باختصار مساله اخرى هو توزيع الاستثمار العمومي على مختلف المجالات الترابيه ومنها المجالات الترابيه الهشه. النقطه الاخرى واللي كانت فيها بخفاء جات فيها السيده الرئيسه هو انه كاين عندنا الزبونيه السياسيه في التوقيع على الاتفاقيات. ما يمكنلناش اليوم نطالبوا باش يكون عندنا تنميه محليه شامله وحنا باقيين كنشتغلوا بمنطق الزبونيه السياسيه. واضح. سيد كاتب الدوله.
كاين مجموعه ديال المداخل، ولكن كنظن بانه كانت مؤطره في احد الخطب ديال صاحب الجلاله، هو خلق طبقه متوسطه في العالم القروي. كان جو بونس 2018 ولا 2019، وتنظن بانه الى حد الان بانه حنا كاملين كنتحملوا المسؤوليه بانه ما مشيناش ما تملكناش هذا الخطاب وما اشتغلناش عليه. والخطاب ديال صاحب الجلاله كيف كانت اول نقطه بدينا به هو انه المسؤوليه هي مسؤوليه جماعيه، فيها احزاب، فيها الحكومه، فيها البرلمان، فيها الفاعل المدني، فيها الصحافه، بمعنى مسؤوليتنا كاملين اننا نداركوا هذا الخلل. المنطلقات ما يمكنش نقولوا بانه هذا هو الحل، ولكن المنطلقات واضحه وتكلموا عليها الاخوان كاملين. هو التنزيل الحقيقي للجهويه المتقدمه، لا برانسيب ديال لا ديكونسونطراسيون الى يومنا هذا احنا فاشلين فيه، وهذا تنظن بانه الحل المركزي الاجابه على هذه التفاوتات المجاليه. توجيه نسبه اكبر من هذا الشيء اللي كاين دابا ديال الاستثمار العمومي الجهه، توجيه اعطاء تحفيزات للاستثمار الخصوصي، رفع من نسبه تحفيزات الاستثمار الخصوصي، لحقاش اليوم عندك بالنسبه للاستثمار الخصوصي، بالنسبه للناس اللي كيدوزوا في لا كوميسيون ناسيونال ديال الانفستيسمون، عنده لا كو سوسوا بالنسبه للمقاوله الصغيره جدا، المقاوله الصغرى والمقاوله المتوسطه، عنده فقط تحفيز ديال 10% الى كان عنده الاستثمار في مناطق النائيه ولا مناطق القرويه جو بريفير، في حين انه هذه النسبه هذه خصها ترتفع بشكل كبير، وانه الاستفاده من التحفيزات ومن الدعم ديال الدوله خاصو يرتفع الوقت لانه استثمر في المناطق القرويه. نقطه اخرى جد مهمه هو ولكن هذه باقي خص فيها نقاش، خص فيها دراسه معمقه، هي الجبايه، هي الفيسكاليتي، انه الجبايه خصها تكون جبايات جهويه، ما يمكنش نبقاو كنعتمدوا بانه كنمشيو بالجهويه ونقولوا بانه لا سوسيتي كي امبوزابل اوجوردي في الدار البيضاء ولا في الرباط خاص يكون عندها لي ميم امبوزيسيون ديال الشركه اللي كاينه في زاكوره كما قلتي الرشيديه ولا بني ملال ولا ما عندها حتى شي معنى. سي سعيد الخمساني باقي عندك شي اضافه باقتضاب شديد؟ يعني بسرعه في النقاش، يعني تفاعلا خصوصا مع الاخت مريم والاخت ناديه، هو فيما يخص القضيه ديال الجماعات الترابيه، على اعتبار انها النواه اساسيه للتنميه وهذا الذي نتحدث عنه. يعني 4 الاشارات على السريع. الاولى هو انواع الجماعات الترابيه، عندنا واحد التقسيم عمودي الجهات مجالس العمالات والاقاليم، وعندنا واحد التقسيم افقي. راه كاينه جهه في قرن جماعه حضريه. تقسيم عمودي يعني في اطار الرؤيه اللي قال سيدنا ديال تغيير العقليات، النظر الجديد، خصنا تقسيم اخر ماشي بالمعنى الدستوري، او على الاقل بالمعنى مصفوفه ديال التقييم ديال دابا دخل المعطى الجغرافي تنتكلموا على الجبل، تيدخل المعطى التاريخي، تيدخل واحد المجموعه، بمعنى خصنا مصفوفات لتقييم الجماعات الترابيه الان باش نوضعوها واحد الوضع جديد. الامر الاول. الملاحظه الثانيه هو النموذج المالي للجماعات الترابيه. يعني وانا اشتغلت شويه في تكوين الاطر الى حدود 2012، نعرف على الاقل واحد 300 جماعه زرتها. النموذج فيه التحويلات ديال الدوله، يعني لابار ديال التفيير اللي تتعطى، الا كاين شي سوق، الا كاين شي موارد، يعني او بالتالي النموذج المالي للجماعات الترابيه اليوم خصو نقاش ماشي غير ديال الجماعات ولا وزاره الداخليه ولا الفاعلين السياسي، خصو اجتهاد جماعي. الان وكنا تتكلموا على ترناد المصطلح المقاولات ماشي بالمعنى السلبي، انا الان مع الفكره ديال ان تفكر بعض الجماعات بمنطق المقاوله، ديال انها تستثمر وتدخل يكون عندها لاكسي الكريدي عادي. بمعنى الان نحن امام السؤال ديال النموذج المالي للجماعات الترابيه، السؤال التاريخي اللي ما عنده حتى حل، هذا اللي هو الوظيفه العموميه الترابيه. فرنسا المعهد الوطني لتكوين الموظفين الترابيين، يعني تجارب رائده. احنا الان الى الان مازال عندنا الموظف الترابي عنده واحد الصوره
انتقاصيه، مازال هو ذاك الموظف ماشي بحال الموظف العمومي المركزي، مازال ما عندناش تحفيز، مازال ما عندناش، بالتالي يقتضي الامر نقاش اخر في الوظيفه الترابيه، العمل المدني الترابي. اختصر السيد خمسي، اختصر. اخر ملاحظه هي منظومه ديال التصريف ديال الميزانيه للجماعات الترابيه، هذا فيها نقاش اخر، هو مازال نفس منظومه التبويب الميزانيه العموميه هي اللي كاينه عند العملات اللي عند جهات، نفس الفقرات الشابيتر والسو شابيتر ولا بمعنى أن نحتاج، وهذا في إطار العقلية الجديدة، أن نقلبوا على نموذج مالي جديد للجامعات الترابية خصوصا الفقيرة. شكرا. مريم طلبت الكلمه، عرفت عندكم افكار. لا 30 ثانيه، انا فقط أيوة 30 ثانيه. مريم الاخرى 30 ثانيه فقط، غير حيت تكلمنا على المؤسسات، على البرلمان، الحكومه، مجتمع مدني، الاعلام، ولكن نسينا واحد في الابناك اللي كان جشع الابناك اللي كان جا في خطاب جلاله الملك. اليوم الدور تاع الابناك دور مهم في تشجيع الاستثمار، في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطه. سي بليل، مريم بليل. غير فكره ديال انه الى الشباب ديال الرباط وكازا طالبوا بالصحه والتعليم، الشباب اللي كنقول لكم كايناش عداله مجاليه، راه الشباب ديال الجبل مثلا طالبه بغات تمشي لافاكر ما كتلقاش الطريق، بغات تمشي دوز غير كونكور باش نعرفوا، بغات تمشي دوز غير كونكور، خاصها تركب جليلات باش توصل للرباط، ما عندهاش ميزانيه باش تركب، ما عندهاش حي جامعي، ما عندهاش تمويلات، فالاشكالات اللي حنايا كنكونوا في واحد هما راه في 10 عندهم الاشكالات. مريم بليل الباحثه في القانون